بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا عندي ابني في تانية ابتدائي أو في تالتة وعايز أعلمه القسم على 2، خصوصا الأعداد الفردية التي لا تقبل القسم على 2. هتبص معايا كده بطريقة سهلة. لو قلت لك مثلا 7 قسمة 2، هناخد العدد اللي قبل ال7 وهو 6، يبقى ال7 دي عبارة عن 6 زائد 1. العدد الزوجي ال6 ده على 2، قول له نص ال6 يقول لك 3، وهيتبقى لي 1 يبقى 1 على 2 يبقى 3 ونص. اطلع شويه وقول له مثلا 11 على 2، هتقول له ال11 دي عباره عن ايه؟ خد العدد اللي قبل ال11 يقول لك 10 زائد 1. نص ال10 كام؟ يقول لك 5 يبقى 1 على 2. اطلع شويه مثلا قول له 43 على او قسمه 2. العدد اللي قبل ال43 هيقول لك 42 زائد 1. ال 42 نصهم كام؟ هيقول لك 21. حتى لو مش عارف نصهم خدها واحده واحده. نص ل2 1 ونص ل4 2، بس هيتبقى 1 على 2. اطلع فوق شويه قول له مثلا 93 على 2، هيقول لك ده عباره عن 92 زائد 1. تمام. ال 92 نصهم كام؟ هيقول لك 46 ويتبقى 1 على 2. وهكذا بالنسبه للاعداد. اطلع معاه واحده واحده، هتبص تلاقي الولد اللي هي الطريقه الممتده. يعني تبدا انت حضرتك تبص تلاقي انك انت ممكن تقسم اي عدد على 2 بطريقه سهله بسيطه. عايزين نبسط الرياضات لاولاد، مش عايزين نعقدهم. اشوفكم في فيديو اخر.